تعرفوا ان انا عامل الصينيه دي كلها ب 50 جنيه وتكفي 8 افراد وهتطلع معاكم حدوته. في حله هنحط نص كيلو من اللبن و3 معالق من السكر، ومن تاج الملوك هناخد 3 معالق من الكاستر، وميكس رايق من اللي قلبك يحبه، وكل ده على البارد، ونطلع بيه على النار واحده واحده وعلى الهاديه زبادي لحد ما يتقل معانا ويكون بالحلاوه. نحط عليها رش فانيليا من تاج الملوك ومكعب زبده، ونبدا ندوب الزبده مع الكاسترد ونسيبه يبرد سيك على جنب. والله حدوته مدلعكم. وهنجيب رول من الجلاش ونبدا نحط عليها صينيه، والزيادات اللي احنا هنشيلها دي نحمرها ونعمل بيها ام علي. احنا في المطبخ ما بنرميش حاجه. وبعد كده ندهن الصينيه بشويه زبده سايحه ونحط اول طبقه من الجلاش، ونبدا نعمل الحركه دي حوالي 6 7 طبقات، وما بين كل طبقه وطبقه نغرقها بالزبده السايحه. ولما نعمل الست طبقات نغرقها بالكاسترد، ونرجع بالجلاش نعمل 6 طبقات تاني، وما بين كل طبقه شويه زبده سايحه. انا شايف لحد دلوقتي ان الدنيا سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. وعلى اخر طبقه نبدا نقطع الجلاش على 8 او على 12، كده كده اكلتك ودلعها، ونغرقها بالزبده ونطلع بيها على فرن شغال على 180 حوالي ربع ساعه، وعينك عليها لحد ما تطلع معاكم بالحلاوه دي. وهي سخنه نبدا نغرقها بالشربات ونحط عليها شويه فستق او مكسرات لو موجود عندك. وعايزك تاكل وتدعي له. لو عدت معاكم ال 50 جنيه قولوا له في الكومنتات، واعمل سيف للحلقه دي، وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.